وفاة اليوتيوبر صحراوي. موجود، عائلته مش موجودة، يعني ما في صحراوي، يمكن أن يكون خطفوه، يمكن يكون فارق الحياة، الله أعلم. في صدمة كبيرة بعد ما صار له صحراوي 3 أسابيع مو منزل أي إشي. صار كتير في تساؤلات عن أين اختفى صحراوي، وهل حقا توفى؟ اوكي، اول شيء خلينا نطفي الموسيقى الحزينه. فالسلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير، ورجعنا لكم بفيديو جديد من قناه هامبلوكس. الصحراوي شخص يوتيوبر ينزل فيديوهات بشكل يومي وبشكل مستمر، تقريبا من الفيديوهين ل3 فيديوهات على قناته وعلى قناة الثانية. والآن تقريبا صار له 3 أسابيع ورايح للشهر ومو منزل ولا فيديو واحد حتى. فبالفيديو بدي أعطيكم سبب اختفاء صحراوي، وهل حقا توفى. صدمة صارت للاعبين بعد ما اختفى الصحراوي من اليوتيوب لمدة 3 أسابيع. لا تقولوا طيب ممكن 3 أسابيع مش كتير، لا، مثل ما قلت لكم، من شخص كان ينزل تقريبا يوميا من 3 ل4 فيديوهات على قناته وعلى قناة الثاني، من شخص لا يسحب فورا بدون ما يعطي او يتكلم عن اي شيء بسبب السحبة، هذا يكون شيء غريب. واهم شيء انه هو صحراوي مؤثر. شو يعني مؤثر؟ مؤثر يعني في متابعين، مشاهدين، ناس تتابعه دائما، تنتظر منه فيديوهات مشان تشاهدها. لهذا السبب كان الناس تنتظر منه يعمل ستوري على حسابه على انستغرام او اي مكان، يعطي خبر للناس انه مثلا بده اسبوع او شهر او كم الفترة اللي راح يغيب فيها، انه يعطي خبر للناس انه راح اغيب مشان الناس تكون عندها حلم. ولكن الشيء الغريب انه ما نشر ولا تكلم ولا اشي، وبنشر فيديو عادي بعدها سحب السحبة هي الطويلة إلا مدة 3 أسابيع وما نزل بعدها أي شيء، وبعدها ما حد قاعد يتكلم أو ما حدا قدر يتواصل معه. وأيضا في عنا المطور مليكوس، رح أوريكم فيديو إنه هو تواصل معه ولكن صحراوي ما هو رد ولا عائلته ولا إشي. مش موجود، عائلته مش موجودة، يعني ما في صحراوي، يمكن أن يكون خطفوه، يمكن يكون فارق الحياة، الله أعلم. فمثل ما شفتوا ما حد قدر يتواصل معه مشان يعرف شو سبب الاعتزال وشو سبب الاختفاء بالاحرى. يعني هل حقا صار له اشي مشغلة عاملة مشان نقدر نساعده احنا باي اشي على الاقل، او هل هو حاليا قاعد باستراحة او سافر لمكان او اي اشي؟ فحاليا هذا الاشي قاعد تستغرب منه الناس. بنوت لكم غريب جدا شخص مثل الصحراوي انه يعتزل. فايضا عنا اشاعة هل حقا صحراوي توفى. طبعا يا اصدقائي بنتكلم عن هذا الاشي فورا من ضمن ما نطول عنه، لان هذا الاشي ما فيه مزح ابدا. بعد ما قال ميليكوس انه ما قادرين نتكلم او نتواصل مع صحراوي وممكن اختفى، ممكن توفى، ما الكلام يعني. بعد ما تكلم هالكلام ميليكوس صار الناس يعني كثير جدا من الناس تقول هل حقا صار اشي للصحراوي وهل حقا توفى. يعني قاعدين يبحثوا بكل مكان مشان يعرفوا الإجابة، لأن صدمة كبيرة شخص مثل الصحراوي أو شخص الوفاة ما فيه مزاح أبدا. لهذا السبب الكل بده يعرف هل حقا حصل مكروه لصحراوي ولا لا. فبدي أعطيكم معلومة يا أصدقائي، إذا صار أي إشي خاصة قلت لكم إنه مؤثر، وخاصة لشخص مثل الصحراوي عنده 2 مليون مشترك، فأكيد كنا عرفنا بأي شكل، تمام، بأي شكل إن الصحراوي إذا صار له أي مكروه. وأيضا نقدر نتأكد إنه ما صار إشي للصحراوي من إن الشخص اللي قاعد يتكلم أصلا هو مليكوس. تعرفوا كل ما شخص يتكلم فيه مليكوس أو مليكوس يكون بالموضوع فيكون الموضوع كذب، خاصة بعد ما مليكوس قال أنه توفى بآخر فترة عملها، فطلع آخر شيء أيضا كذب. فهذا الشيء نقدر ننهي على الأخير. طيب أين اختفى صحراوي؟ طبعا يا أصدقائي في كم إشي نقدر نستنتج منه اختفاء صحراوي. أوكي، أول إشي يا أصدقائي اللي هو ممكن احتمال صغير اللي هو ممكن استراحة رمضان. شو يعني استراحة رمضان؟ إذا العصر يا أصدقائي فصار له صحراوي تقريبا 3 أسابيع مو منزل أي إشي على قناته، وهذا نفسه يعادل رقم بداية رمضان. يعني شايفين 3 أسابيع، يعني احنا حاليا أيضا بثالث أسبوع برمضان، فممكن صحراوي تعب من الأيام والسهار اللي قاعد يقضيهم كان بالأيام مشان يمنتجوا ويصوروا أي شيء، فحاب ممكن ببداية شهر رمضان إنه ممكن يأخذ استراحة لحد العيد. فهذا توقعي أنا الشخصي، ولكن في كتير أشياء بعد ما سألت العالم وشفت كمان باليوتيوب،
فهو يقولوا انه ممكن سبب مشكلته مع عبود. اوكي، اللي ما يعرف شو المشكلة، فايضا المشكلة صارت نفس الايام او نفس الفترة قبل ما يعتزل بها صحراوي. تمام، يعني كان في مشكلة بين صحراوي وعبود بين تطبيق الكيك، وبعدها اصلا صحراوي اعتزل تطبيق الكيك وما صار ينزل عليها اي اشي. فالمشكلة يا اصدقائي ان بعد ما نشر فيديو صحراوي هو ينتقد او يتكلم عن الناس اللي ما قادر تشحن او النصب بالكيك، بعدها يروح عليه عبود يقول قاعد يهاجمني صحراوي، بعدها عبود يتكلم مع صحراوي، بعدها صحراوي رد على عبود بفيديو، بعدها بالبث يعني صار كلام كتير، وبعد دخل على عمر ودخل بي ان ال، يعني الصراحة صار مشكلة كبيرة. فممكن يقولوا صحراوي صار مشكلة او محب، ما ادري الصراحة. فيقول لنا ممكن اعتزل من هذا الاشي وما حابب يرجع على اليوتيوب، لانه على ما اتوقع صار في هجوم على صحراوي. تمام، صار في هجوم كبير على صحراوي من هذا الموضوع، فبعد ممكن حاب يعتزل من هذا الموضوع. ولكن هذا الاشي الصراحة انا ما تأكدت منه. السبب يا اصدقائي انه عارف صحراوي شخصيته قوية ومستحيل يزعل او شخص يعني اي كلام هذا الاشي يخليه يعتزل اليوتيوب، لان صحراوي يا اصدقائي مثل ما تعرفوا بحب نشر فيديوهات كتير. فاتوقع هذا الاشي بنقدر نقول عليه ممكن لا، احتمال كبير ممكن لا، وممكن ايه حسب ما ادري الصراحه نقول على الاكيد. والاحتمال الاخر هو نقدر نقول عليه احتمال اكبر اشي. تمام، لان هذا الاشي كان مصرح عليه الصحراوي بنفسه، اللي هو يا اصدقائي قبل فتره كان متكلم صحراوي، طبعا فتره كبيره. تمام، كان متكلم صحراوي انه بده يعمل بعض التعديلات. فشو هي التعديلات يا اصدقائي؟ كان متكلم انه ممكن يعمل تغيير بيته. تمام، ممكن يعمل تغيير بيته أو ينتقل لبيت جديد، مثلا ينتقل لمدينة أخرى ببيت آخر. لأن بفيديو لأخيرته هو يتكلم، أحد الفيديوهات يتكلم أن صحراوي كان بدايته أو الحارة أو المكان اللي ساكن فيه مكان فقير جدا وقاعد يتعبه جدا بالتصوير ومن هالكلام، وخاصة سمعت انك في صار يصير سرقة بالمكان اللي هو ساكن فيه، فممكن حابب انه يغير او يطلع من المكان اللي هو ساكن فيه. واذا نقول مثلا لا، صحراوي ما يريد يخرج من مكانه، ففي سبب آخر إنه هو أصدقائي كمان أيضا تكلم إنه ممكن يعمل تعديلات على بيته. كيف يعني تعديلات؟ يعني ممكن يغير الغرفة أو السيت أب اللي هو يصور فيه، دائما يعمل عليه تغيير وبعد يظبط السيت أب تبعه، أو يمكن يعمل تعديلات للبيت كامل. فصراحة هذا أكبر سبب أنا شفته مقنع أنه ممكن هذا هو سبب اختفاء صحراوي. وما سبب وفاته فهذا الاشي نقدر نقول عليه ما اتوقع هي اشي ابدا. فصراحة مالكوس ما ادري منين يجيب هاي المعلومات او وين يتكلم هذا الاشي، ولكن مثل ما قلت ما دام مالكوس هو اللي يتكلم عن وفاة صحراوي فنقدر نتأكد من هذا الاشي مش اكيد. فا اوكي يا اصدقائي، وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبكم. وممكن يشاهد صحراوي هذا الفيديو، اذا شاهدت يا صحراوي فننتظر منك تعليق اي اشي. فبس أصدقائي وصلنا هذا الفيديو، حطوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا بس كان معكم هامبلوجز، ومع السلامة.